يعني حول حضورك الدائم ومساندك للقضية الصحراوية وأنت تمثل يعني الحركة الشعبية لتحرير فلسطين. نعم، أولا يعني الأمر لا يرتبط بحضوري أو عدم حضوري. هناك موقف مبدئي منذ مطلع السبعينات وقبل الإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، كان هناك تعاون وتنسيق ودعم من قبلنا كجبهة شعبية لتحرير فلسطين بحدود 1973 74. كان في لقاء مع القيادتين، مع الفريق المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء رواد الذهب والسيد المرحوم الشهيد مصطفى الوالي وزملائه، مع الرفيق الراحل الدكتور جورج حبش، وهو كان أول لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت. لا أذكر بالضبط التواريخ لكن بحدود 73 من القرن الماضي. وتواصلت العلاقة لأنه نشعر إحنا كجبهة شعبية كجزء أساسي ومؤسس من منظمة التحرير الفلسطيني، نشعر كشعب فلسطيني يعني هناك شبه توأمة كفاحية نضالية بين الشعبين الفلسطيني والصحراوي. لا نقول انه العائلة المالكة المتسلطة في المغرب هي يعني نفسها الليكود في اسرائيل، لا اطلاقا، لكن نقول ان هناك تقاطع كبير بين عدة مجالات بين الشعبين، تقاطع بأشكال الاضطهاد الذي يعاني منه الشعبين، تقاطع بأشكال العذاب، بأشكال القمع، بأشكال الملاحقة، المطاردة، بسلب الحقوق، بانتزاع وتشويه مقومات الشخصية الوطنية للشعبين. وبالتالي يعني أيضا هناك توأمة بالكفاح بالإرادة السياسية. أستاذ صالح، يعني كان الكثير اللي يمثل الصحراء الغربية، قضية الصحراء الغربية بفلسطين، وكان حتى من أطلق عليها أن الصحراء الغربية هي فلسطين شمال إفريقيا، ومنهم يعني عدة باحثين وكتباء وصحابة. هذا ما أسرده لك الآن، ومحاول يعني الحديث عن التقاطعات بين النمو الشعبين. بالأساس هناك احتلال، وإن كنا لسنا بصدد المقارنة بين الاحتلالين، لكن هناك تقاطع قوي وتوأمة بين الشعبين، توأمة نضالية، توأمة كفاحية، توأمة بالإرادة لانتزاع الحق. نحن نسعى للاستقلال، لانتزاع كامل حقوقنا، لتحرير كامل فلسطين، والصحراويين يناضلوا باستماتة تحت راية البوليزاريو والجمهورية الصحراوية لانتزاع الاستقلال، لطرد المحتلين، لطرد المحتل الملك المغربي وجيشه المحتل. إذا هون التوأم، هون التشابه طبعا، وتقاطعات متعددة بين الشعبين بالظروف أيضا يعني بمعاناة بالمعنى حتى الإنساني، ليس فقط توأمة سياسية أو تقاطع بالمعاناة السياسية، حتى بالمعنى الإنساني هناك يعني تقاطع وتشابه كبير. عندما تدور المخيمات الصحراوية، عندما تتابع أخبار المناطق المحتلة، القمع، التعسف، المعاناة المتعددة المعالم، المعاناة من قساوة المعيشة، المعاناة من قساوة الصحراء، المعاناة من قساوة التهجير القسري والإرمال من الأرض، يعني شبيهة أيضا يعني بمعاناة الشعب الفلسطيني، معاناة الشتات. الشعب الفلسطيني كانت أحد أهداف الغزو الاستعمارية هي تحويله إلى شظايا قنبلة. نفس الشيء يعني كل المواقع، كل تشتيته يعني القارات المختلفة. أيضا الشعب الصحراوي الآن يعاني من هذا، يعاني من الشتات القسري، الشتات الإجباري، لكن بنفس الوقت وقت الختام الشعبين عندهم إرادة قوية، عندهم قيادة، عندهم إرادة. الشعب الصحراوي عنده قيادة، عندها إرادة سياسية، عندها وعي سياسي. الشعب الصحراوي في التفاف حول قيادته. إذن الإرادة
صوب تحقيق الهدف انتزاع الاستقلال. شكرا استاذ.